الله لا إله إلا الله، 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 محمد عبد الله غير مشبه، الله لا إله إلا الله، به بشر مرة ذلك سفه، الله لا إله إلا الله، فهو صفة شبهته باسم فاعلي، الله لا إله إلا الله، وليس بشبه المصطفى غير عينه، الله لا إله إلا الله، محمد لم يعرفه غير إلهه، الله لا إله إلا الله، يضيق جميع الكون عن حمل كونه، الله لا إله إلا الله، تعرف فيه الحق وهو منكر، الله لا إله إلا الله، مطلسم سر لا يريب بقدسه، الله لا إله إلا الله، محمد شمس الحق فضلا وشهرة، الله لا إله إلا الله، فهو العالم المعروف عين تنزه، الله لا إله إلا الله، جمادات هذا الكون تدري محمدا، الله لا إله إلا الله، جمادات هذا الكون تدري محمدا، الله لا إله إلا الله، كذا العجم والأعجام من بعد قربه، الله لا إله إلا الله، تنكر معروفا لدى كل عاقل، الله لا إله إلا الله، فما عرف المختار إلا بنفسه، الله لا إله إلا الله، فمنا أتنا مرسلا وهو رحمة، الله لا إله إلا الله، من الله مولى الخلق عاصم بخلقه، الله لا إله إلا الله، وزكاه رب العرش وهو مبرز، الله لا إله إلا الله، وقربه قربا يحال لجنسه، الله لا إله إلا الله، وما ولد الرحمن فهو عبيده، الله لا إله إلا الله، فجل إلهي ليس شيء كمثله، الله لا إله إلا الله، ولكن على الخلق فضلا ورتبة، الله لا إله إلا الله، محمد ذاك العبد دون مشبه، الله لا إله إلا الله، لذا تام قلبي قد سلوت لحبه، الله لا إله إلا الله، جميع أحبائي وزادون كتمه، الله لا إله إلا الله، فما شاق قلبي الغيد ما الغيد بل هها، الله لا إله إلا الله، سراب لدى الله الأمين المنزه، الله لا إله إلا الله، تسليت الليلة وميلا وتندمي، الله لا إله إلا الله، بطه أمين الله حب المنوه، الله لا إله إلا الله، نبيذي وخمر الدار سرد مديحه، الله لا إله إلا الله، وذلك حصني وجيشي لنصره، الله لا إله إلا الله، كفاني افتخارا في حياتي وبعدها، الله لا إله إلا الله، كفاني افتخارا في حياتي وبعدها، الله لا إله إلا الله، بأن
نبي المصطفى خير رسله الله لا إله إلا الله وأني عبيد الله أتلو كتابه الله لا إله إلا الله وذلك فخر أي فخر كعدله الله لا إله إلا الله وإني وإن كنت الأخير زمانه الله لا إله إلا الله وإني وإن كنت الأخير زمانه الله لا إله إلا الله لأرجو بشرات الأمين لصابه الله لا إله إلا الله سيأتي زمن لا يزال وأمتي الله لا إله إلا الله وما قال في عيسى سلو لحزبه الله لا إله إلا الله فيا رب فاسلك بي وحزبي صراطه الله لا إله إلا الله ولو كان قبض الجمر في ضفو نهجه الله لا إله إلا الله عليه صلاة الحق في كل لحظة الله لا إله إلا الله مع الآل والأصحاب والمقتدي به الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. wato sai bayan yana a'udhu billahi bismillah yana cewa godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda dukkan halittu suka yi tawadu domin girmansa da buwayarsa. والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. yace godiya ta kuma tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda dukkan halittu suka kaskan da kai ga mulkin sa. Haka nan godiya ta kuma tabbata wa ubangiji subhanahu wataala wanda dukkan halittu suka sallama masa. اللهم لك الحمد جل جلالك وزهى جمالك وعز كمالك وتقدست أسماؤك وصفاتك وكمالاتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجل ثناؤك. أنت المحيط من وراء خلقك وأنت الأقرب إليهم من حبل الوريد ومعهم أينما كانوا وأنت المدبر لهم وأنت المتصرف فيهم خالقهم ورازقهم معطيهم ومانعهم محييهم ومميتهم مطورهم أطوارا ومحولهم أحوالا. سبحانك اللهم ربي أنت السبوح القدوس رب الملائكة والروح. فصلواتك اللهم وتسليماتك da kirari da yabo sabbata ga ubangiji subhanahu wataala wanda yake dukkan tasarrufi na halittunsa suna ƙarƙashin ikonsa bisa yadda ya tsara bisa yadda ya so a duk lokacin da ya so. لك الحمد اللهم على كل نعمة أنعمت بها على كل ذرة من ذرات الوجود. yace kuma godiya ta tabbata a gare ka ya Allah bisa dukkan wani ƙwayar zarra na daga samuwa wato na samar da wannan nima wannan Allah wato godiyan wannan nima ta tabbata ga Allah subhanahu wataala. لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. wato godiya ta tabbata a gare ka ya Allah da farko da ƙarshe zahiri da batini duka. فصلواتك اللهم وتسليماتك وتحياتك وبركاتك وتكريماتك وتشريفاتك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. wato salati da sallama da albarkatunka da amincinka duka su tabbata bisa
mafi daraja mafi daukakan halittunka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shugaban na farko da na karshe gabaki daya وقائد الغر المحجلين وكنز العارفين وحبيب رب العالمين hakanan wanda yake shine jagoran wannan al'umma mai haske mai kirkiri ranar gobe kiyama a wato taskan masana Allah kwanciyar hankalin bayin Allah shine kuma masoyin Allah subhanahu wa ta'ala وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع المهاجرين والأنصار وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. yace salati da sallama sabbata bisa alayansa sarkakakku da sabansa managarta sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali da dukkan sabansa muhajirai da ansarawa da ummahatul mu'minin da ahlul bait gabaki ɗayan su salati da sallama sabbata gare su. اللهم انظر بعين رحمتك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه يا وسلم. الله منا روقنك كدوبي وانا معلومة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدوبا إلى رحمة أحيائها بالمغفرة بالتوبة وأمواتها بالمغفرة. wato rayayyu a cikin su ya Allah ka datar da su tuba wato wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ka musu gafara. وبعد to bayan haka فقبل أن ندخل إلى الموضوع الذي يختاره الله لنا yace بفضل kamar mu shiga maudu'in da Allah subhanahu wataala zai zaba mana ya ba mu iko mu yi magana akai أود أن أنقل لكم تحياتي وتسليمات مولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام حامل لواء الطريقة التجانية والفيضة الإبراهيمية المجدد المجتهد المرشد المخلص حبيب الأمة مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wato zan so in karanto muku sallama da gaisuwa da jinjinawa wato na maulanmu shekul islam wa sa'adatul anam wanda yake masoyin ku masoyin wannan al'umma shine maulanmu shek sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu wanda yake shine wanda yake dauke da tuta ta musulunci hakanan wanda yake dauke da tuta ta dariƙa wanda yake kuma dauke da tuta ta faida wato yana mai ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ويهنئكم على هذا الثبات hakanan yana muku farin ciki da wannan tabbata على هذا الثبات وعلى هذا الصبر وعلى هذا الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى وعهد رسوله وعهد مولانا الشيخ التجاني رضي الله عنه وعهد مولانا الشيخ إبراهيم وخلفائه ومقدميه الذين أوصلوا إلينا هذه الخيرات وهذه البركات ومن هذا الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. wato yana mai taya ku farin ciki a bisa tabbata da jinjinawa da kiyayewa bisa wannan amana ta wato maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma ta dariƙar sidi Ahmad Tijani radiyallahu anhu da kuma na faidan maulanmu Sheikh Ibrahim Yas al-Kaulahi radiyallahu anhu da yace daga cikin ababai da aka riko ko kuma aka gada aka rike aka bari ba bari ya baci ba wato wannan munasaba ta maulidin manzon sallallahu alaihi wasallama wadda muke yi a kowace shekara. إن شيوخنا وأئمتنا وعلماءنا من كل بلدة من هذه البلاد بلاد نيجيريا yace malamanmu da shehinanmu a wannan dukan garuruwa wato kasanmu ta Najeriya فتح الله بصائرهم Allah subhanahu wataala ya bude basirarsu وفتح قلوبهم وعقولهم وهيأ أرواحهم وأسرارهم
لاستقبال subhanahu wa ta'ala ya bude zukatansu ya kuma sauwake musu wato mana ya ba su ahliya na bude hankulansu da rayukansu domin karɓo wannan abu wanda yake kyakkyawa wato wanda muke kai na musulunci da ɗariƙa da kuma lamarin wato faifa. لما وصل الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه إلى هذه البلاد yayin da maulanmu Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu ya kawo wannan ƙasa tamu لم يستقبله إلا علية القوم وكبراؤهم وأئمتهم. yace ba kowa ne suka tare shi ba face manya-manyan mutane shugabanni malamai manya-manyan shehinai wato su suka tare shi. وهناك أمراء وسلاطين akwai shugabanni وكان لهم حظ ونصيب من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu rabo a cikin wannan kayan gadon manzo sallallahu alaihi wa sallam wato wanda yake shine ilimi من معرفة كتاب الله العلم بكتاب الله وسنة رسول الله ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى المعرفة بهذا التصوف الإسلامي النقي الصافي الذي لا شائبة فيه. wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikin rabonsu sani ko kuma fahimta wa littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma wannan riga wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da ita bisa hannu wannan bawansa wato bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kyakkyawan fahimta bisa at-tasawuf na Islam wanda yake tsaftatacce tsarkakakke daga dukkan wasu abubuwa ko kuma shirmummuka wanda ba sa dacewa da addini. منهم من هيأ له الله الأسباب ووصله إلى هناك في مقره كولخ. yace daga cikin malamanmu na Najeriya ko wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko wato har ya kai zuwa garin Maulamu Sheikh Ibrahim Yas a can kasan Senegal a Kaulaha. قدروا هذه النعمة العظيمة نعمة وصول مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه إلى هذه البلاد البعيدة من بلده وتكبد المشاق والأتعاب لإيصال هذا الفيض فيض الشريعة أو كيفية العمل بشريعة رسول الله وطريقة رسول الله وكيفية تلقي حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. waɗanda suka kai ziyara sannan shi ma kuma ya yi tattaki wato ya kawo ko isar da wannan ɗariƙa wato da wannan addinin Islam ko kuma ka iya ce wato kaifiyar yadda ake mu'amala da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da dukkan abin da ne musulunci ya zo da shi bisa kyakkyawan siffan shi kamar yadda aka karbo daga wurin magabata. هؤلاء الناس رضوان الله تعالى عليهم كان لهم استعداد وقابلية واسعة النطاق في العلم والولاية والصلاح والاجتهاد والمجاهدة كلهم كانوا أئمة هداة مهديين قطعوا شوطا كبيرا في السير إلى الله تبارك وتعالى Bana sun takaita babban tafiya ko kuma tafiya wanda yake mai nisa zuwa ga samun sanin Allah subhanahu wa ta'ala. بعضهم وجدهم رضي الله تعالى عنه لما جاء إليهم وجدهم وهم واصلون. yace yayin da Sheikh radiyallahu anhu ya zo wannan ƙasa ya samu wasu daga cikin shehinan mu na Najeriya ya same su wato masana Allah ne arifai ne وهؤلاء رقاهم sai kuma ya musu tarbiya
وهنالك من وجدهم على مشارف الوصول، وهؤلاء الناس أيضا رباهم. hakanan akwai kuma daga cikin waɗanda ya tarar suna mana kusa kaiwa ƙarshe su waɗanda ya cikata musu, hakanan kuma yi musu tarbiyya. للمثال في هذه البلدة الطيبة المباركة yace misali da za mu buga ko za mu bayar a wannan gari mai albarka, نذكر واحدا من أعلام الفقه المالكي yace za mu ambaci ɗaya daga cikin jigajigan wato fiqhu malikiya والعلوم الشرعية da kuma ilmai na shari'a والفنون da fannoni. مولانا shine maulanmu الشيخ مادب تكر، الشيخ موديبو تكر رضي الله تعالى عنه. وفي يولا مولانا الشيخ مادب جيلاني. yace a garin yola kuma maulanmu Sheikh Modibo Jelani radiyallahu anhu. وهناك آخرون كثيرون ممن لا أعرفهم. yace kuma akwai da yawa daga cikin irin waɗannan wanda ni ban san su ba. ولا تسأل عن الرجال كانوا yace Kano kam kada ma kai tambaya, ومن رجال بورنو yace kamar Borno ومن misali, جميع الولايات. yace da dukkan wato jihohi da ake da su. سبحان الله، هؤلاء الناس لما شموا رائحته yace waɗannan malaman yayin da suka shinshini ƙanshin wato wannan bawan Allah Sheikh Ibrahim Yas, وشموا فيه رائحة الحقيقة المحمدية wato sun ji ƙanshin hakikan Muhammadiyya tare da shi, انجذبوا له shikenan sai suka jazartu wato zuwa gare shi. واشتبكت أرواحهم بروحه الطاهرة. ruhinsu ko na ruhinsu sai ya haɗu ya cakuɗe da ruhinsa, فذهبوا إلى هناك sai suka kai suka je su can, فنقلوا sai suka nakalto من مدينته daga madinarsa ما شاهدوه abinda suka gani wato aka aikata shi a aikace من الأحوال na daga halayya, ومن علوم الشريعة والطريقة والحقيقة. yace na daga abin da ya shafi ilimin shari'a da tariqa da hakika gabaki daya suka nakalto, وحملوه أمانة suka dauke shi tamkar amana, وقاموا بنشره sai suka damfara wurin wato yada wannan kyakkyawan abin da suka karbo, وثبتوا على ما كانوا عليه من الخير، hakanan suka tabbata a bisa wannan alheri da suke kai. وزادهم الله نورا على نور. Allah ya kara musu haske kan haske. ومن هذه الأنوار التي حملوها إلينا yace daga cikin wannan hasake da suka nagarto mana, وهي إحدى الأمانات الكبر yana kuma ɗaya daga cikin manya-manyan amanoni, الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ihtifal wato munasaba ko kuma raya daren haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, تعظيما لرسول الله domin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, وإجلالا له hakanan domin kuma girmamawa, وتكريما وتشريفا له صلى الله عليه وسلم، domin karramawa, domin darajawa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, وبنية رفع حجاب الزمان والمكان بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه wato وسلم. kuma niyyar ɗauke wannan hijabi wato na zamani da ke tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ya rayu kamar gashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. هذا الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم wato wannan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كان موجودا yana nan, عبر الزمن. wato tuntuni yana nan. الاحتفال الجماعي بدأ في سنة 603. wato maulidi dai ana yin shi ɗaiɗaikun mutane suna yi, amma bisa irin sura mutane jama'a goma su zo su haɗu su yi, wannan kuma an fara shi ne a shekara ta 630 da 'yan kai bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi بإجماع العلماء والفقهاء wato tare da ijma'in malamai da fuqaha'u والمحدثين da malaman والأدباء hadis da udaba'u duka, والملوك والسلاطين wato والأمراء sarakuna da shugabanni duka da ijma'in su aka haɗu aka yi wannan maulidi aljama'i. وجنود المسلمين، yace da marin dinan musulmai, واستمر هكذا. yace haka abin ya ci gaba ya shuɗe, فلما وصل إلى الشيخ التجاني رضي الله عنه yayin da ya kawo ga zamanin
zamanin maulan mushamar tijani radiyallahu anhu كان يحتفلون suna yin maulidin ne في زاويته المباركة a zawiyarsa mai albarka في فاس. a garin fas كانوا يقرؤون البردة والهمزية sukan karanta littafin burda da kuma hamziya وألفية ابن الفارض kama wato da kuma أو تائية ta'iyyatu ibn al-farid رضي الله تعالى عنه، Allah ya kara musu yadda ولكن ليس بهذه الصورة. yace amma ba irin wannan suran ba لكن لما جاء صاحب الفيضة yace amma yayin da aka zo zamanin maulan musahibul faida حامل أمانة الله ورسوله wanda yake dauke da amanoni na Allah da manzon Allah انفجر sai ya fijar انفجارا sai ya fashewa kamar misali وتمدد تمددا sai ya miƙe ya faɗaɗa شرقا وغربا yammaci da kudanci عربا وعجما، larabawa da wanda ba larabawa ba وصار منبرا يتبارى فيه المرشدون والوعاظ والعلماء yace sai ya zama tamkar mimbari ne wanda malamai wato masu wa'azi da malamai masana za su haɗu su rika faɗakar da mutane. فالشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu زود هذا المشروع الاحتفالي ya guzurta wannan maulidi بما يلزمه da abin da zai lazimce shi وهو الديوان shine wato littafin diwani وسائر المدايح، da kuma sauran madahai ko amdahai da ake yi. وعلمنا أن نقرأ فيه القرآن Haka na ya koya mana mu rika yin karatun Qur'ani a gurin maulidi. ويتبارى فيه الأدباء والشعراء وأيضا الوعاظ والمرشدون والذين يتناولون سيرته صلى الله عليه وسلم نثرا وشعرا. Yace haka nan wato fuqaha'u da udabawu da masu wa'azi kowanne su zai zo ya bada kason abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi na daga abin da ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ومن هذه الملاحظة Yace daga ci wannan mulahaza والتأمل والتدبر في شأن هذا المولد، سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذا الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله. wato bisa hanyar tunani da tafakkuri an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala game da maulidi. فقال لم أر فيه إلا خيرا. Yace ba ko komai a cikin maulidi ba face alheri. ما رأيت فيه إلا قراءة القرآن Yace ba komai na cikin maulidi ba face karatun alqur'ani. وسرد السيرة النبوية Kuma karantowa mutane sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. والشمائل المحمدية Kuma talodin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والاجتماع على الذكر Yace za kuma haɗu domin ambaton Allah ومدح رسول الله da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ورفع ذكر الله سبحانه تبارك kuma وتعالى. ɗaukaka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. هذا كلام المعارضين لنا في هذا شيخ المعارضين هؤلاء، ولو كان موجودا الآن لطردهم من مجلسه. Yace wannan ne shine maganan shehin malaman da suke inkarin wato yin maulidi. Yace yau da ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yana rayuwa tare da mu da ya kore su daga majalisinsa don saboda shi ma baya daga cikin masu hana yin maulidi, shi ma yana daga cikin masu tabbatar da yin maulidi. المسلمون الذين احتفلوا عبر الزمان Yace musulman da suka yi maulidi a tsawon tarihi رأوه خيرا، sun ga dai yin maulidi alheri ne. وافقهم على ذلك ابن تيمية. Haka nan Ibn Taymiyyah shi ma kuma yayi muwafaqa tare da su. ولم نقرأ لتلامذته الكبار كابن المزي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم وابن رجب، كل هؤلاء لم نرى لهم مناقشة في حسن الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yace wato bayan shi Sheikh Ibn Taymiyyah almajiransa kamar Ibn Qayyim, Mizzi, Zahabi da duk da wanda suka zo bayan shi daga almajiransa ba mu taba ganin wani a cikin su wanda ya kushe lamarin maulidi ba. ما دليلكم؟ To menene dalilin ku ya ku waɗanda kuke cewa maulidi kaza ne? دليلنا قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم
wato idan mai tambaya tambaye mu to me dalilin mu na yin haka a littafin Allah za mu ce Allah subhanahu wataala ya ce ko aikata aikin alheri. وإن قالوا كيف عرفتم أن هذا الاحتفال خير in suka ce mana to ta ya kuka san cewa yin maulidi alheri ne نقول لهم sai mu ce da su أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقاس ومعيار وميزان wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana ma'auni نعرف به الحق wanda za mu san menene gaskiya da shi حقا لنتبعه wato mu san gaskiya domin mu bi والباطل باطلا لنجتنبه kuma sanin abin da yake batili wato baya dacewa da gaskiya domin mu guje shi وهذا قوله صلى الله عليه وسلم wato wannan da shi ne fadin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود ومعرفا في بعض الروايات ومرفوعا sayawa kan Abdullahi ibn Mas'ud a wasu riwayoyi kuma kan dagawa zuwa manzo ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح. wato duk wani abin da musulmai jama'an musulmi goma suka gan shi abin alheri ne da wani abin alheri ne haka nan duk abin da musulmai jama'an musulmi suka gan shi bayi da kyau wato haramtacce ne misali to ya tabbata haramtacce ne. إذن علمنا من هنا أن هذا الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم wato to da wannan ne muka gano cewa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وأمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم haka nan kuma yana karkashin wani umarni ne daga cikin umarnin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada أشد الناس بغضا wato mafi وكراهية وأنفة من البدع والمحدثات والخرافات والأوهام والأغيار التي تغاير سنة رسول الله أصحاب الشيخ التجاني أصحاب الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. wato mutanen da suka fi tsanani da kuma kiyayyen abin da ake ce mishi bid'a da kuma abin da yake saba a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ne dai wato sai da madan tijani radiyallahu anhu da almajiransa da abokansa haka nan maulam shehu ibrahim yas radiyallahu anhu da almajiransa da abokan tabiyansa wato babu wani wanda ya kai su nesanta da kuma kiyayyen abin da ake ce mishi bid'a ko kuma sabawa tafiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. مشايخنا أئمتنا علماؤنا الذين تلقوا هذه الفيوضات الأحمدية الإبراهيمية ما كانوا مجاذيب أصواب أحوال تملكتهم أحوالهم، بل هؤلاء الناس كانوا يملكون أحوالهم وهم أصحاب مقامات، أصحاب إمامة، أصحاب تقدم، أصحاب تصدر، أصحاب علم وعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. wato shehinanmu da malamanmu wanda muka karbi wannan abu a guraren su sabawun addini da abin da yake dauke da mushaqqat na addini duka yace su ba su zama majzubai ba wato wanda ba sa iya lazimtan ko kuma kare halin da suka fada ciki ba haka suke ba kowannen su malami ne jagora ne arifi ne wato ya san shari'a zahir da batin duka ya san wato komai da komai na addini tare da kuma yadda zai yi kiyaye kansa da dukkan abin da zai fadawa sabanin wato addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi. الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu إذا تجاوز الجذب المريد أكثر من 5 دقائق فاذهبوا به إلى المستشفى Maulana Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu فإنه مجنون. jazban muridi ya wuce minti 5 yace to a kai sakatar gyaran mahaukaci في الطرق ke har ya fi wato minti 5 في الطرق الأخرى a wasu ɗariƙoƙi من يعيش عمره كله مجذوبا، akwai wanda za ka tarar لكن rayuwar shi duka majzubi ne لكن في دائرة الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه المريد تطوى له المقامات. ya ce amma a da'irar maulan mushi ya bada tijani radiyallahu anhu da shi Ibrahim Yas muridi sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wato mana ya nannade masa wannan masafa. ولذلك to don haka نحن مطمئنون alhamdulillah muna cikin kwanciyar hankali
على أننا وضعنا أقدامنا ببركة هؤلاء الشيوخ على الصراط المستقيم. yace da albarkan waɗannan shehinai alhamdulillah muna cikin kwanciyar hankali akan cewa mun ɗora kafafunmu akan hanya wanda take madaidaiciya. والإخوان da yan uwa خلفاء هؤلاء الأئمة الذين مضوا إلى الله halifofin wato waɗannan jagorori wanda suka yi wa fati suka koma ga Allah على اختلاف مقاماتهم ومراتبهم ومستوياتهم na'am a bisa sabanin wato makamansu da martabobinsu da darajojinsu ga baki ɗaya جزاهم الله خيرا على ما ورثوه من أمانات آبائهم ومحافظتهم على هذه الأمانة. Allah ya saka musu da alkhairi bisa wannan amana ko amanoni da suka gado daga iyayensu kuma suka kiyaye suka tabbata kai. مع أن زمنهم ليس كزمن آبائهم. yace tare da cewa zamanin waɗannan khalifofi da suke rayuwa ba daidai yake da zamanin iyayensu ba. هؤلاء الناس waɗannan mutanen أي أئمتنا su ne limamanmu jagororinmu كانت تكفيهم حفنة كلشي. yace misali gyaɗanin nan cikin hannu ɗaya zai ishe su ولكن الآن yace amma yanzu لا تكفينا طاسات ما yace ko kwanan sha aka goya mutum ɗaya cikin mu sai gaba zai ishe shi ba الواحد منا يأكل أكثر من كون. yace ɗaya daga cikin mu za ka ga wurin ci ma wato zai ci fiye da mudu guda ومع ذلك amma duk da wannan صبروا sun yi haƙuri وحافظوا sun kuma kiyaye على الورد العظيم a wannan bisa wannan wirdi mai girma والوظيفة da wazifa وذكر عصر الجمعة zikirin juma'a والصلوات الخمس في أوقاتها. yin sallah lokaci biyar a lokutan عمروا هذه الزوايا suka raya التي waɗannan zawiyoyi التي تحمل أنوار الإسلام wanda take ɗauke da Anwara. ke da musulunci أنوار الإيمان da والإحسان. imani da kuma ihsani فتح الله عليهم Allah ya dada yalwata وخفف musu عليهم وطأة المعيشة Allah kuma ya sauƙaƙa musu da وأغناهم rayuwa الله عن التجار والسياسيين. Allah kuma ya wadatar da su ga barin buƙatuwa ga 'yan siyasa da attajirai وأفاض عليهم من بحور الأموال والخيرات والبركات Allah subhanahu wa ta'ala ya kwararo musu daga koguna na alkhairi da albarkantu ما يعينهم على المواصلة في خط آبائهم. wato a cikin abin da dai zai taimaka musu gurin tabbata a bisa wannan hanya da iyayen suka dora su a kai من فوائد هذا الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله yace yana daga cikin fa'ida na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اجتماع الإخوان yace ana samun gamuwa na yan uwa وتبادل طلقات الوجه طلق الوجه وبشاشة الوجوه. musayyan wato saken da murmushi da tabassum wa juna كل هذه من سنة رسول الله. yace duk wanda yana daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam جئنا لزيارتكم mun zo ne domin mu ziyarce ku ومحبتكم mun zo ne kuma وجالسناكم وتبادلنا معكم. mun yi mu zamantakewa tare da ku وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي wannan kuma ya tabbata a cikin faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadis kudusi عن الله تبارك وتعالى حقت محبتي للمتحابين فيه. Allah madaukakin sarki yana cewa soyayya ta tabbata ga dukkan waɗanda suka so junan su da ni والمتزاورين فيه haka nan soyayya ta tabbata ga dukkan والمتبادلين والمتجالسين فيه wanda suke zamantakewa da ni والمتبادلين فيه. wanda suke musanya da ni أحببناكم فزرناكم yace soyayyan mu gare ku ita ta sa muka ziyarce ku وجالسناكم mun kuma zamantakewa da ku وتبادلنا معكم na'am أنفاس yace alhamdulillah mun yi tabadulin wato أنفاس الذكر anfas da zikiri والمذاكرة. da muzakara يقال ana cewa أن العين ita ido تبصر ما تحبه وما تكره wato ita ido ta kalli abin da take so da abin da ba ta so واليد أيضا haka nan hannu كذلك. ita ma ta taba abin da take so لكن da abin da ba ta so الرجل لا تمشي إلا إلى مكان تحبه. yace amma kafafunsu ba sa zuwa sai ga inda take so ko kuma mutum yake so جئنا إليكم mun zo muku ne لا لنزيدكم
ba wai don makare ku da wani abu ba. مولانا الشيخ الحافظ المصري Malamu Sheikh Hafiz al-Basri هذا الرجل آية من آيات الله wato wannan mutumin aya ne daga cikin ayoyin Allah. أخذ عن الشيخ إبراهيم الإجازة والشيخ إبراهيم أيضا أخذ عنه. Wato ya karbi ijaza daga gurin Maulana Sheikh Ibrahim ya shi ma kuma Sheikh Ibrahim ya karbi ijaza daga gurin. وشيخهم واحد الشيخ إبراهيم الشيخ أحمد سكيرج رضي Sheikh الله su عنه. kuma mutum ɗaya ne wato shine Sheikh Ahmad Sukairi radiyallahu anhu. قال Yace زرت الإخوان na ziyarci yan uwa في المشارق والمغارب a kudanci da gabashi. لا لأزيدهم Yace na ziyarce su ba dan kare su ba. إنما أردت الاستمداد منهم. Na ziyarce su ne domin ina da madadi a gurin su. موازيننا التي نزن بها إخواننا التجانيين انكسرت. Yace abin ma'auninmu da muke auna yan uwanmu tijjanawa tuni sun kakkarye. قال Yace عنده التجانيون الآخذون الورد والوظيفة yace a gurin shi Maulana Muhammad al-Hafiz al-Masri وذكر عصر الجمعة wanda ya karbi dariƙa misali ليس فيهم عندي كوكب أو نجم أو قمر أو شمس هكذا كلهم عندي شموس شموس dariƙa a gurina ba zan ce wannan girman shi ko darajar shi kamar rana wannan kamar wata wannan kamar tauraro ba a'a dukansu suna matsayin wato kamar rana din ne. هذا الكلام فائدته وثمرته fa'idan wannan maganan معنى ذلك أنه يجب علينا أن يتأدب بعضنا مع البعض. wato amfani wannan maganan shine dai sashin mu rika yin ladabi wa sashin. حتى المقدمون ينبغي أن يتأدبوا مع تلامذتهم. yace hatta mukaddamai su ma ya kamata a ce suna ladabi tare da muridansu ko almajiransu. لأنه مما أخذت يده ولقنته الطريق وقام منك أصبح مريدا للشيخ التجاني. saboda mutum da zaran ya zo ya karbi dariƙa a gurinka kai ka ba shi izini shikenan nan gaba shi ba muridinka bane ya zama muridin Maulana Muhammad Tijani ne. إذا أنت ذاكر هو ذاكر. in kana ambaton Allah shi ba din haka. إذا أنت عندك صلاة الفاتح وعنده صلاة الفاتح. in ka ce kana da salatul fatiha shi ma din kuma haka yake da shi. فالرؤيا والكشوفات والمنامات والعلوم هذا ليس شرطا في القرب من الله. yace wato a kushufa da ababen da mutum zai rika gani na albishir a cikin mafarki baya daga cikin sharuɗan samun kusanci zuwa ga Allah. الأحوال التي بيننا وبين الله والمقامات التي بيننا وبين الله لا يعلمها إلا الله ورسوله. yace ahwal da ke tsakanin mu da ubangijin mu makamai da yake tsakanin mu da ubangijin mu ba wanda ya san sai Allah da kuma manzon. ربما يكون المريد أقرب إلى الله وإلى رسوله من المقدم. yace ba mamaki muridi ya zama ya fi kusa zuwa ga Allah da manzon Allah fiye da ma muqaddami. من تواضع لله رفعه الله. saboda maliki ya ce duk wanda ya tawabu dan Allah to lalle Allah zai ɗaukaka shi. طيب إذا جاء المريد وتواضع لك أكثر من تواضعك له معنى ذلك أنه أرفع منك مقاما. yace wato misalin wannan idan muridinka ya zo ya maka tawadu'i fiye da yadda kai zaka masa tawadu to shi ya zama ya fi ɗaukaka gurin Allah. رضينا أم أبينا. sawa'un mun so ko mun ki haka ne lamarin yake. هو أنا تلميذ فلان ولد فلان هذا لا يخارج. yace ka ce ni dan wane ko ni almajirin wane ba shi ne mafita ba. هذا ارتداد إلى أسفل سافلين. yace wannan tamkar kamar dawowa komawa baya ne. Ni ne wato mutum ya شيخكم كلكم رسول الله. dukan ku dai ce ku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. والمقدم في هذه الطريقة هو الشيخ التجاني فقط. مقدم يا تشوانا طريقة كما شيء مولانا مشاور التجاني رضي الله عنه. الربوبية ذهب بها الله. yace rububiyya abace wanda Allah subhanahu wataala shi kadai yake bantu da والنبوة والرسالة لرسول الله. yace annabci da manzanci kuma wannan ta manzon Allah ce. والمشيخة ما ذهب بها الشيخ التجاني. shehidaka kuma مولانا مشاور التجاني ya riga ya tafi da makamin shehidaka. وما بعد ذلك كلهم تلاميذ مريدين. سواء كانوا أقطابا أغواثا أفراد هم يرون هكذا والقانون يجري هكذا. أصحابك أصحابي وفقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي فأنا مربيهم وأنا ممدهم. هل أنت تأخذهم من يد الرسول؟ هذا لا يجوز.
yace kuma bayan wato wannan duka ashab muqaddamai fuqara almajirai ne kawai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da mada tijani almajiran ka almajirai na ne abokan ka abokai na ne talaka ka talakawa na ne to da haka bayan mutumin da manzon Allah ya riga ya bashi wannan garanti kai kuma ka zo ka warce shi daga hannun manzon Allah kaga wannan ba hankali bane lam yabqa lana illa al-bahth an an-najat yace da ba mu da mafuta illa wato ba abin da ya rage mana illa mu nemi ina ne ba guda ko فلنفر إلى الله من شر نفوسنا daga sharrin wato da nafsi mu take dauke da shi النفس كلما قتلتها تحيا yace ita nafsi هذا شأنها duk lokacin da ka kashe ta za ta kuma rayu wannan shi da lamarin ta قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah ya ce wato ya rantse ya ce da hakika wanda ya tsarkaka nafsinsa ya rabauta haka nan kuma wanda ya bata nafsin shi wato ya riga ya asara ya tabe هذه الحجب التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى ليست تأتينا من الخارج إنما هي في النفوس yace wannan wajibai da suke tsakanin mu da ubangiji subhanahu wataala ba sa zuwa mana daga waje a daga cikin nafsin mu nan haka ne wato abin yake shi أعدائك نفسك التي بين جنبيك Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi tsananin gaba zuwa gare ka shine wannan nafsi da take jikinka إذا أديت العبادات تقول لك من مثلك idan kai ibada za ta ce kai masha Allah ba irin ka ba أخرجتك من حضرة الله shikenan ta fidda kai daga hadara ta Allah ورمتك وراء بحر الظلمات والعياذ shikenan بالله ta jefa ka kogin duhunne أنت ترى أنك تقوم الليلة misali za ka rika ganin kanka kana raya dare وشعرت بأن هؤلاء الناس كلهم نائمون الآن ce mu ne masu raya dare waɗannan duk ba bacci suke yi ba misali وهذا أيضا طريق من طرق الهلاك ya ce wannan ma shi ma ɗin wani hanya ce daga cikin hanyoyin halaka فكم من نائم سبق إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى da yawa daga cikin mutane wanda za ka gashe bacci yake kuma amma kai kana sallah shi kotiri ya riga ya samu kusanci zuwa ga Allah fiye da kai wanda kake sallah دوموا على ما أنتم عليه من محبة رسول الله yace da haka mu dawwama akan abin da muke kai na soyayyar Allah da manzon Allah أنتم على خير kuna bisa alkhairi tabbas لو لم يكن فيه خير inda a ce wannan abin babu alheri a ciki والله لم تحضره yace wallahi da ba ku halar da ma ba ku zo gurin ba ku kanku الحضور في هذا الاحتفال لمولد رسول الله بواسبة yace halartar gurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa abu ne karami ba fa abu wasa bane sai wanda yake mai rabo kun ji zai zaki? halarci guri irin wannan كنت ذاكي na kun ji dadi abin da ya faɗa ko ذاكي masha Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wai da muka faɗi sharifi ne jinin sayin ba wasu illahi wadda daga cikin albaniya jarbi fari salim wannan albarkatuwar da zama mu da shi wanda ya kamata ne mai ta haɗin kai ya mana kawo musu da sa albarkasu da haka yan uwa muna miƙa godiyarmu matuƙa ga shi shehi da yan uwa da suka yi dalilin zuwansa tuni da ma ba yi maraba da baƙi ba da haka muna maraba da manya-manyan baƙinmu musamman shi sharif da muka yi tarayya da shi sharif tijjani a wannan waje ga su 'ya'yan shehunmu da mu da suka zo mana babanmu shehu baba adamu sikafa da shi shehu malam sai dai malamin takamadu botakur da dan uwansa gani gare shi wato shehu malam abdulrahim shi mamadu botakur ga shehu malam barakallahu da kuma kai tarayya da su a wannan waje ga sarkin sharifai da muka tarayya da shi a wannan waje ga su khalifa ga alkali bello wanda duka muna tare ga shi shehi kuma alaramma malam rabiu ma'ana limam daga sauran malamai su gani saina manya-manyan baki da muka yi tarayya da su malam mustapha su malam limamin hayi mai sau su shawa alaramma da tawagar sharif da muka yi tarayya su gani shatima wanda tun daga abuja
suka taso kuma musamman dai don su yi tarayya. Na yi ta bada uzuri ya ce gaskiya ba zai iya zama a gabatar da wannan taro bai samu halatta ba. Muna da mutanen Jigawa da suka zo don wannan maulidi, mutanen Gamawa, mutanen Bauchi, mutanen Kano, mutanen Maiduguri, mutanen Gashuwa, mutanen Bajoga, mutanen Damaturu. Daga mun yi tarayya da su a cikin wannan zama. Muna yi wa Allah godiya kuma muna yi wa kowa fatan kamar yadda aka zo lafiya. Mutanen Mamanti, yayin malam mai guduma, kusan duka gasu nan guda biyu da kannan sama, duka da mun yi tarayya a wannan waje. Da sauran yan uwa da baki ba zai iya cewa wane da wane ba, mutanen cikin wannan gari kusan ban ambaci kowa ma a cikin gari, da yan uwa manya da ƙananan maza da mata, kowa muna masa fatan Allah ya saka wa kowa da alheri. Kamar yadda aka zo lafiya, an aka gama wannan taro Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. Kuma dukkanin wasu ne baki ne na ma'aiki, da wato an ce sannu da zuwa da ba a ce sannu da zuwa ba. Shi mai taron a hakika ya yi maka sannu da zuwa, kuma yana sanye da zuwanka, kuma ya karbi zuwanka. Da haka muna fatan Allah karɓi wannan zama namu gaba ɗaya. Babu kokonto ma dan malamai sun gaya mana duk abin da aka yi ma'aiki na soyayya ba a juyar da shi. Kakan iya yin ibada ta shekara sama da 1000, wato a yi rashin sa'a a ce Allah bai karɓa ba, yana iya wa haka. Amma soyayyar ma'aiki an ce ko babu musulunci, wato Allah baya juyar da ita, yana karɓanta kuma yana sakayya a kanta. Da haka muna da kyakkyawan fata wannan zama namu Allah ya karɓe shi, kuma Allah ya albarkaci zaman da manya-manyan wato malamai. Da aka sharu muna godiya bakin mu ba zai iya faɗin komai ba sai dai godiya din. Kafin mu ci gaba tare da uzuri ba shi sharu koyaushe zai iya tashi, saboda cikin uzurruka aka yanke aka iso mana wannan waje, kawai tsakanin mu da shi sai godiya da fatan Allah ya saka da alkhairi. Muna kuma roƙon wannan wato addu'a ga shi jagoran mu, wanda dukkan wannan zama yana gudana ne a ƙarƙashin sa shi Shehu Salisu Imam, wanda khalifan Shehu Manzo ya zo wannan waje, da shi muka yi zikirin juma'a, da shi muka yi magariba, ya mana tunatarwa kuma bayan wazifa, sannan muka yi sallan isha'i, sannan ya bada uzuri zai wuce. Da haka wannan kuma ya samu ne saboda jagoran mu shi Shehu Salisu Imam. Muna addu'an Allah ya ja kwanansa, Allah ƙara rayuwarsa albarka. Yau shekara 19 kenan da wato tunda aka bude wannan gida da ya zo ya ce to ya kafa wazifa, kuma tun daga nan ba a daina wazifa ba. Tun da aka bude wannan gida shi Gwani Ino ya ce ya kafa karatun juma'a kullum kwana. Tun daga wannan ranar ba a daina ba. Shekaru kaman 11 da suka wuce shi Shehu Salisu Imam ya yi izinin maulidi. Tun daga nan kuma aka fara cikin yardar Allah, kuma kullum sai abin da yi gaba. Da haka muna masa godiya, Allah ya ja kwanan su, Allah ya ƙara rayuwarsa albarka. Babban malamin mu shi Gwani Sani, muna addu'an Allah ya ƙara masa lafiya, wanda da izinin sa wannan tsangaya take kan kafuwa, shi ya zo yi izini ya ce a ci gaba da darasu, kuma da izinin sa aka yi duka abin da ake kan yi. Muna don Allah ya kara masa lafiya. Da haka yan uwa muna godiya wa wa'annan shehunai da suka mana tarayya a wannan waje, sun zo ne kawai don su gaya mana maza Allah. Akwai dan wani muka rasa a cikin wa'annan kwanaki da suka gabata kaɗan, shi shine Shehu Malam Ahmadu Mai Diwani, wanda dukkanin mu mun sani cewa irin wa'annan zaman bakin kullum da su muke yi, kuma idan suka iso wajen shi yake ma gabatar da wannan yabo na sayyidina Rasulullahi. Muna tare da ɗansa gashi nan ya samu halartar wannan waje, kuma za mu bashi cikin harafi biyu, ma'ana baitittuka 2 ko 3 tabarrukan, yi mana wani abu cikin abin da ya shafi diwani a madadin mahaifinsa. Kuma muna addu'an wato mahaifinsa duk ayyukan alherinsa Allah lillinka masa, sannan abin da ya na kuskure Allah ya masa afuwa. Da sauran shehunan mu gaba ɗaya muna addu'an Allah ya ji kansu, ya jaddada musu rahama. Mu da muka rage muke rai, Allah ya mana arzikin kyakkyawar rayuwa. In ƙarshen mu ya zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Da haka za mu ba shi wato ya mana diwani baitattuka ko 2 ne zuwa 3 a miƙawa shi malam Muntaka. Shi yake kan wato dama shi zai kama kenan sharu ya iso, kuma yace a bawa sharu ya faɗi abin da, saboda kuma da roƙon malamai lura da lokaci, kuma muna so mu samu dan abin da muka samu da lokaci bai ja ba, bai wuce karfe 10 ba. Muna da lokaci wadatacce wanda insha Allah za mu ci gaba da jin abin da ya shafi jaribin sayyidina Rasulullahi. Akrakallahu tafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. علي آل إبراهيم على هلالو هلالو بدل نازرنا جمالو. لا إله
الله لا إله إلا الله هلال ربيعك جاء محمد فاتما لنا البشرى أما نوالو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأبدا أرد